بدل ما تعرف ان الحاجه باصلها على وضعها في العلم، والعلم بيقول ايه، ترجع لكتب مقدسه وخرا وبلا ازرق. هيشوه لك افكار. ينسوه برجسهم رجسهم فعل الاثيم. نطق الاله وقوله وحي كريم، ما هان قدرا انما هان الذميم. كل العمر ده كله مبني على واحد بدوي في الصحراء، راح ضحك على الناس، قال لهم انا نزل لي ملاك في مغاره وجاء قال لي كذا كذا، خدوا اكتبوا عني الكلام ده جاي من عند ربنا. جرى القرد يرمي رسولنا بالشتائم، ما عاد في العيش خير إن ألجمتنا البهائم. وصل عن طريق خريان، قال لزرطان، قال لفرسان، قال لفارس المعيز ان فلان قال لي كذا كذا. أسألكم بالله، ماذا سيقول علينا التاريخ بعد عقود من الزمان؟ خانوا الله وخانوا الرسول. مثلنا فقد رضعنا الذل والهوان يوم أن رضعنا من حليبهم المغشوش، وخير لنا أن نسير في الطرقات ونرتدي الخمار كالنساء. لأحباب حنظلة العداء، أنا رشة في حلق من عاداني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله القائل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هذا الفيديو هو رسالة إلى أهل قطر الشرفاء، إلى المقيمين في قطر وإلى الحكومة القطرية إن كانت فعلا تستجيب لمادة دين الدولة الرسمي الإسلام. بداية نحن ليست لدينا أي مشكلة مع شخص ممكن يوجه نقد للإسلام أو يطرح شبهات نحن نرد عليه بأسلوب حضاري وحواري. أبدا لسنا ضد أي شخص يزعم أنه ينتقد الإسلام، بالعكس نحن نرد الحجة بالحجة ونبين بالبرهان والدليل. لكن أن يأتي قزم حشرة لا يساوي الأجهزة التي يصور منها ويكون تحت حمايتكم، تحت حماية دولتكم، ثم يشتم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة ويشتم القرآن ويشبهه، ترجع لكتب مقدسة وخرا وبلا أزرق. هيشوه ويشبهه بهذه التشبيهات ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فارس فرسان المعيز، ثم لا يتعرض هذا الشخص لأي مساءلة قانونية ولا أي ازدراء أديان ولا ما يحزنون. يعني إذا كنتم لا تستطيعون محاسبة هذا الشخص وعزم بشارة حامي هؤلاء الصبيان كويس، على الأقل طالبوا بطرده من عندكم. أما أن يبقى على أرض إسلامية وأنتم بدو، تعالوا نسمع ماذا يقول عن البدو، ما رأيه في النبي صلى الله عليه وسلم. كل العمر ده كله مبني على واحد بدوي في الصحراء، راح ضحك على الناس، قال لهم انا نزل لي ملاك في مغاره وجاء قال لي كذا كذا، خدوا اكتبوا عني الكلام ده جاي من عند ربنا. بدوي في الصحراء ويقيم بين ظهرانيكم، والمفروض أنكم بدو، يستهزئ بالبدو ويستهزئ بالنبي صلى الله عليه وسلم وكأنه ينتقص من قدره. فما رأيكم في هذا الكلام؟ هل هذا الكلام يليق بسيد ولد آدم بالذي تفدونه بدمائكم وأموالكم وأرواحكم؟ لنسمع الكارثة الأخيرة. وصل عن طريق خريان، قال لزرطان، قال لفرسان، قال لفارس المعيز ان فلان قال لي كذا كذا كذا. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا أستطيع أن أقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل في من يمكن لهؤلاء ليؤذوا مشاعرنا في ديننا ويؤذوا مشاعرنا في نبينا صلى الله عليه وسلم. أريد أن أسأل سؤال بسيط: ما الفرق بين هذا الشخص وبين الرسوم الدنماركية؟ ما الفرق بين هذا الشخص وبين صحيفة شارلي إبدو؟ لماذا يعني يدعي بعض المسلمين الغضب لأجل الرسوم الدنماركية أو لأجل رسوم صحيفة شارلي إبدو، ثم يترك هذا الازدراء الواضح، هذا الافتراء على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الشتم لرأس هذا الدين، لأعظم بشر على الإطلاق، للرجل الذي نفديه بأموالنا وأرواحنا وبكل ما نملك، وهو أحب إلينا من أنفسنا وأحب إلينا من أهلنا وأولادنا. فحسبي الله ونعم الوكيل. أنا أوجه هذه الرسالة لكل شريف في قطر: حاسبوا هذا الشخص وإلا فاطردوه من عندكم، وسنرى الصادق في حب نبيه صلى الله عليه وسلم من الكاذب، والله المستعان.